إن شاء الله هنبدأ سلسلة الأفعال المركبة أو الفريزال فيربس في اللغة الإنجليزية. قبل ما ناخد شوية أفعال لازم الأول نعرف معناهم. معنى الأفعال المركبة إيه؟ هي أفعال بيتغير معناها بتغير حرف الجر اللي بيجي وراه. الأفعال المركبة فريزال فيربس هي أفعال في اللغة الإنجليزية بتتكون من الفعل زائد حرف الجر وممكن ظرف. طيب والنتيجة بتكون معنى مختلف تماما عن معنى الفعل الأصلي. طيب ناخد مثال. عندك الفعل take، معناه الأصلي يأخذ، بس لما جبنا وراه حرف الجر off بقى take off، معناه يخلع ملابسه أو تقلع الطيارة. ناخد مثال. The plane take off at 8 a.m. الطيارة أقلعت الساعة 8 صباحا. هل الأفعال المركبة لها أنواع؟ أيوة، لها 3 أنواع. أول نوع إن معناها بيتغير كليا، زي مثلا verb give معناه الأصلي يعطي، لكن لما جبنا معاه حرف جر up بقى give up معناه يستسلم. وكمان فعل break يعني يكسر، لما جبنا معاه حرف الجر down بقى معناه يتعطل أو ينهار break down. طيب النوع التاني بعضها قابل للفصل، يعني ممكن نفصل ما بين الفعل وحرف الجر. ناخد مثال. She put off the meeting، هي أجلت الاجتماع. وممكن برضو she put the meeting off، نفس المعنى، نقدر نفصلهم عن بعض. طيب النوع الثالث بعضها غير قابل للفصل، زي ايه؟ We are looking after the baby، احنا بنعتني بالطفل، بس ما ينفعش نقول we are looking the baby after. اوكي؟ طيب هي ليه مهمة؟ لأنها بتستخدم بشكل يومي في المحادثات، والنيتيف سبيكرز بيستخدموها أكتر في الكلمات الرسمية. أفعال مركبة في اللغة الإنجليزية لازم تعرفها. رقم 1 take off، يخلع ملابسه أو تقلع الطائرة. مثال he took off his jacket. رقم 2 look up، يبحث عن معلومة. she looked up the word in the dictionary، هي دورت على الكلمة في القاموس. رقم 3 call off، يلغي. they called off the meeting، هما لغوا الاجتماع. رقم 4 bring up، يثير موضوع أو يذكر. مثال she brought up an interesting idea، هي أثارت فكرة مثيرة للاهتمام. رقم 5 put off، يؤجل. he put off the trip until the next week، هو أجل الرحلة للأسبوع الجاي. طيب ناخد معنى 5 أفعال دول بالإنجليش. Number 1 take off remove. 2 look up research. 3 call off cancel. 4 bring up mention. 5 put off postpone.